السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله هنعمل طاجن بيوريه بطاطس بالفراخ والبشاميل والجبن. هنا معايا حبايه من البطاطس كبيرة، بدأت سلقتها في مية وملح، قطعتها الاول وبعدين سلقتها في مية وملح. هنا وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه بعد ما هرستها، بنصفيها ونهرسها. هنا ضفت لها معلقة كبيرة من الزبدة وتوم بودرة وبصل بودرة وفلفل اسود، ربع معلقة من كل حاجة. طبعا مش هنضيف لها ملح تاني، بنهرسها بالشكل ده. بعد كده هنا معايا شوية من البشاميل اللي فضل من الطواجن اللي فاتت في الفيديو اللي فات، بنبدأ نوزعهم في القاع، وهنبدأ نضيف كل البطاطس نوزعها في الطواجن. هي يدوب كان على قد الطواجن. بعد كده بنبدأ نضيف لها شوية من الجبن، وهنبدأ نضيف بعد كده كمية الفراخ المتعصجة معانا، وباقي البشاميل بعد كده. وبعد كده بنضيف الجبن. هنا بندخلها على فرن ساخن على الرف الأوسط، ونسيبها لغاية ما تبدأ المكونات تتداخل مع بعضها، ولغاية ما الجبن تسيح وتاخد وش معانا. ده كانت مجموعة من الحاجات اللي كانت فضلت معايا، المكونات اللي فضلت معايا من الفيديو اللي فات، فحبيت ان انا اغير في الوصفة واعمل بيهم البيوري. هنا ممكن ان انتوا تعملوا باقل كميات، ودي وصفة سهلة ولذيذة ان شاء الله تعجبكم. اقل مكونات ممكن نعمل بيهم الطواجن دي. هنا الطواجن كانت خرجت من الفرن، الجبن سايحة وما شاء الله جميلة. اهم حاجة التسوية بتكون على الرف الاوسط عشان المكونات تتداخل مع بعضها. هنا الجبن سايحة وما شاء الله طعمهم جميل. هنا دي كانت تكملة للفيديو اللي فات. استودعكم الله الذي لا تضيع